تعاون محمد رمضان مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل رمضان الجاي. شركة الإنتاج بتحاول تقنع محمد رمضان وبتحاول تقنع ياسمين عبد العزيز إن هما يتعاونوا ويعملوا مسلسل، علشان الثنائي دول هما اللي هيقفوا قدام أحمد العوضي. أحمد العوضي، أنت تقول لي محمد رمضان مش قد أحمد العوضي، محمد رمضان أعلى بكتير. كلامك صح، بس أحمد العوضي ليه أرضية بقاله 3 سنين. منعرفش محمد رمضان لما يعمل مسلسل وممكن يكون وحش أحمد العوضي هيكسب ساعتها. عشان كده شركة الإنتاج عايزة تضمن المشاهدات اللي هتيجي من مشاركة نجم كبير زي محمد رمضان ونجمة كبيرة ياسمين عبد العزيز، بالذات مشكلتها وتعاطف الجماهير معاها ضد أحمد العوضي، علشان المسلسل لو اتعمل محمد رمضان وياسمين عبد العزيز هيكسروا الدنيا. في عفريتة دخلت مجال الفن في مصر اسمها سارة بركة. سارة بركة دي خطفت الأجواء وخطفت قلوب الناس بأداء تمثيلي جامد جدا وبجمالها الشامي. هي ممثلة من سوريا، عملت مسلسلات كتير جدا، بس اللي اكتشفها ودخلها في التمثيل في مصر دكتور بيتر ميمي في مملكة الحرير. وكمان من قوة تجسيدها للشخصية في سوريا، في دور عملته الناس صدقتها بجد. وكمان جالها تهديدات بالقتل كتير، بس هي طلعت وقالت يا جدعان انا بمثل، وانا لما بمثل حاجه بعملها صح. وسارة بركة دي هتاخد الاجواء من ناس بتمثل بقالها كتير في مصر، اقسم بالله هتاخد الاجواء منهم، عشان هي بس بحوالي طلعت كام حلقه في علي كلاي خطفت الاجواء وخطفت الكاميرا نفسها من نوح اللي هي راس سكري اللي بقالها 25 حلقه بتطلع. اقسم بالله سارة بركة دي هتدوس على فنانات كتير في مصر. وسارة بركة دي البطولات هتاخدها وبتقول لها وبتفتح ايديها ليها. اقسم بالله سارة بركة دي اجمد واحدة هتشوفوها. علامات استفهام في مسلسل علي كلاي، ومحدش فاهم حاجة. ازاي في شخصية زي العظيمة دي منعرفش جزائها ايه اللي حصل فيها؟ يعني اي شخصية في الدنيا في اي مسلسل بنعرف بدايتها ونعرف نهايتها. عظيمة معرفناش حصل فيه ايه، ولا ماهر الجوهري عرفنا جزاؤه ايه، ولا منصور الجوهري والمز سبب وفاة أم أحمد العوضي حصل فيهم إيه، ولا كمان اللي كان ماسكة دار الأيتام بعد ما أحمد العوضي طلع حصل فيها إيه. وكمان عيلة الملك ما عرفناش حصل فيها إيه. يا جدعان ده يا جدعان ده وحشو وخلاص، حشو وخلاص. وهمت ما عرفناش خدت إعدام ولا المحامي عمل إيه بالظبط. يا جدعان اللي شفناه ده أقسم بالله يا جدعان لازما الكتابة مش أي حشو وخلاص، مش أي حشو وخلاص. لازما الكتابة الشخصية لها بداية ولها نهاية. الست ومش هتضحكوا على الناس، يعني الناس ايه عجبها المسلسل وكل حاجة عشان كان بيسليهم، بس كله اخطاء في اخطاء. يا جدعان اقسم بالله الناس يعني ايه لازم تعرف دي بداية الشخصية ونهاية الشخصية. يا جدعان اقسم بالله ولا انتوا شايفين إيه يا جدعان؟ انا مش ايه بهاجم وخلاص، احنا بنهاجم حاجة قدامنا وشوفناها على ارض الواقع، مش بنهاجم وخلاص ولا الكلام دوت. وكل اللي جاي ان شاء الله خير ان شاء الله. ويا ريت اي مؤلف يا جدعان يكون عنده ورق حلو كده ويقدمه بدون مط احداث. ويا ريت المسلسلات بتاعت 15 حلقة ترجع.